يا رب والنبي يا رب. هو دكتور لسه ما جاش؟ عربي، انا محتاجك تقف جنبي. في ايه؟ دلوقتي انا لو عملت تحليل المخدرات ده هروح في داهيه، لان انا 100% دمي كله مخدرات بسبب الزفته اللي كانت عندنا في البيت. فانا عينه البول بتاعتي هتحبسني. طب عاوز ايه؟ انا عايزك تملالي كوبايه عينه البول بتاعتي. ماشي عادي، كده كده اصلا الموضوع ده مش هيكلفك كتير. طب ترزني. لا لا لا، والمصحف ما قصدي يعني مش ما تحسبهاش بالشكل ده. يعني اعتبرها مشاركه منك في جهازي. مش عايز تدفع، انت ممكن تشرب تليو، ده بيضيع تاثير المخدر من البول. ايه الفتي ده؟ مين اللي قال كده؟ مخترع تحليل البول. هو في حد اخترع تحليل البول؟ جان بول سارتر، اول واحد سارتر في الكوبايه. انت بتهزر يا عربي، انا بقول لك انا مستقبلي بيضيع دلوقتي. يا دكتور بفكك. عايز تفكني؟ فك لي ميه في كوبايتي وانقذني. بص انت حافظ الحمام كويس، انا هناخد كابنتين لازقين في بعض. هبعت لك الكوبايه من تحت تملاها وترجعها لي تاني من تحت. سهله يا دكتور اصلا. حمدي عبد الرحيم. ايوه. عربي السيد، اتفضلوا معايا. عندك يكفي؟ شلالات النياجرا. حمدي عبد الرحيم. ايوه. عربي السيد. حضرتك الكابينه دي، وحضرتك الكابينه دي. ما ده كويس. اتفضل هنا يا استاذ. هفهم حضرتك، اصل انا استعذت من الخبث والخبائث اللي في ده. اتفضل يا استاذ. اصل حضرتك ده بيت الراحه، وحضرتك كده مش مريحنا يا دكتور، مضايقني جدا. اتفضل هنا. خلاص عربي، خلاص اتفضل زي ما الدكتور قال. يلا خش من هنا. يلا. بعد اذنك يا استاذ حمدي، من هنا. عربي عربي امسك. صبح. لا اسمع. طب نعمل ايه؟ اطلع لي فوق. انت شارب زبيبه ولا ايه؟ صنان الامان. اه كل ده بتعمل ده؟ عملت لنا احنا الاثنين. اون اوف. لا يتقلق عليا، ما فيهوش كفر. اتفضل حضرتك الكابينه دي. دكتور عصام. بوكسره مقطوع. بوكسره. خلينا نمسك على صوره. ايه ده؟ هو بيعمل لي كده. هو بينازع. عايز كباب. الحاجات دي بتيجي بالسياسة.
ده ميكس يا دخان على فضلات الدكتور عصام هيموتني. وراس مدخن هيغمى عليك. فوق 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 دكتور شم ده شم. طب فوق معلش. بس كده تمام. اتأخرت قوي يا أستاذ، والأستاذ التاني. يا دكتور ما هو مش امتحان جاي. انا هنزل البول اهو عشان ما ينفعش. هيكشفنا. عربي مش هعرف ارجع عربي. انا مستني. يا باشا انا ما اعرفش حاجه عن مرعي اللي ساكن في الطلبيه اللي بيبيع في 4:30. العيش الممنوع. العيش الممنوع. ايه ده بقى؟ دي استفايه كده ما بتخرصش. يعني ايه ما بتخرجش؟ يعني ما بتفرولش، فاهم انت؟ اه طبعا فاهم. اه. وقد اقرت المتهمه ضمنيا انها على علم باسم ونوع وموزع الماده المخدره والتي تسمى بالعشق الايه؟ ممنوع. العشق الممنوع. طيب وايه رايك بقى في المواد المخدره اللي لقيناها عند مدام ياسمين؟ تعرفي عنها حاجه؟ اللي عند مدام ياسمين انا اشتريتها بس انا ما اعرفش حاجه عنها خالص. يعني انت ما تعرفيش حاجه عن المواد المخدره اللي لقوها عند مدام ياسمين بس انت اللي اشتريتيها؟ بس انا ما اعرفش حاجه عنها خالص. طيب وبعد ان اعترفت المتهمه ضمنيا 6 مرات بانها هي من اشترى المواد المخدره والتي تسمى بالعشق الممنوع التي لا تخرز ولا تفرول، قررنا نحن حبس المتهمة هناء مغاوري عبد المتعال مصطفى 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد في الميعاد، وإخلاء سبيل ياسمين عبد السلام محمد إبراهيم من سرايا النيابة على ذمة التحقيق. الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. خدها عسكري. كريم بيه احنا كده نقدر نمشي ها؟ تقدروا تفضلوا. شكرا. طيب انتوا ينفع تحموها قبل ما نمشي؟ نعم. اصل هي مش هينفع تخش البيت على الولاد كده في البيت هيشوفوا مامتهم. اتفضل يا دكتور حمدي. موقف محرج. اتفضل يا دكتور حمدي. ماشي طبعا. انا نصح. مش هينفع تخش البيت كده. هنعدي على اي مغسله عربيات نغسلك انت والعربيه.